الوقت الحالي علشان تاخد امكانيات كويسه في اي موبايل لازم تعدي فئه ال 10000 جنيه، والحقيقه انا لما شفت الموبايل ده انبهرت لانه تحت ال 9000 جنيه وجايب امكانيات جباره حرفيا، وده طبعا هيتحقق في الريلمي 11 العادي، وده احدث اصدار من شركه ريلمي في الفئه المتوسطه، جايب شاشه اموليد بفريش ريت 90 هرتز ومعالج قوي جدا في فئه. كالعاده هقول لك في اخر الفيديو سعر الموبايل ده كام، بس طبعا قبل ما نبدا في اي حاجه لايكك سبسكرايبك شيرك من غير ما نضيع كتير كده. يلا بينا نبدا، بس ما تنساش تصلي على النبي، ده اهم حاجه. بالنسبه لديزاين الموبايل ده، فديزاين الموبايل ده فعلا مبهر جدا، خصوصا لو جبت لون الجولد من الموبايل ده. ظهر الموبايل هنا يعني بيحاول يرسم حرف الاس، فحقيقي شكله مميز جدا. بس سيت اب الكاميرات من وجهه نظري مش احسن حاجه في الريلمي 11، يعني الريلمي 10 الجيل السابق اعتقد ان كان شكله الطف بمراحل من الريلمي 11. اكيد وجهه نظري بتختلف من شخص للتاني، ممكن تعجبك لكن هي ما عجبتنيش. ظهر الموبايل هنا من البلاستيك سواء الظهر او الفريم. اما بالنسبه للشاشه اللي جاب تصميم قديم شويه، ثقب الكاميرا السيلفي موجود في الكورنر هنا، كمان الحافه السفليه اللي اكبر من حياتي دي لها مستفز جدا الحقيقه. الشاشه هنا شاشه اموليد بفريش ريت 90 هرتز بمساحه 6.4 انش فول اتش دي، مع درجه استواء بتوصل ل 1000 نت. طبعا شاشات الاموليد بتتكلم عن نفسها من حيث كل حاجه، معدل تحديث بيوصل ل 90 هرتز، ده معناه سلاسه كبيره جدا في السكرولينج، يعني كل حاجه هتبقى سلسه معاك يا معلم. كمان خارجه من احد المنتجات البي بي كي، وده افضل بكتير جدا من ال 120 هرتز اللي انت هتشوفهم من اي شركه ثانيه، فاهم؟ 1000 نت تحت اشعه الشمس، ده رقم فعليا ممتاز جدا في الفئه دي، يعني لو انت دايما بره البيت او تحت اشعه الشمس والكلام ده مش هيواجهك اي مشكله تماما لو انت دايما بتستخدم الموبايل ده تحت الشمس. فتجربه شاشه فعليا محترمه جدا وهتتبسط منه، وده عكس موبايلات تانية كتير جدا في الفئه دي جايين بشاشه اي بي اس ال سي دي، فدي نقطه كويسه جدا من ريلمي الحقيقه. نفس الشاشه تقريبا اللي موجوده في الاجيال السابقه، يعني تلاقيها موجوده في الريلمي 200 عادي، مفيش اي اختلاف او اي تطور حصل في الجيل الجديد، بس هي فعلا شاشه يعني انا مبسوط منها جدا الحقيقه. عوامل الامان، بصمه جايه على زرار الباور، ادائها الى حد ما كويس، بس احيانا علشان تفتح الجهاز باستخدام البصمه مش هتيجي معاك من اول مره، هيقول لك لا انا مش متعرف عليك والله كويس. هي مش سيئه لكن ما اضمنش انها تعجبك. طيب بص، بما انك بتتفرج على الفيديو لحد دلوقتي فالفيديو اكيد عاجبك، اتمنى انك تنزل تعمل لايك وسبسكرايب وكومنت حلو، ده لو انت لسه ما عملتش اي حاجه من الحاجات دي. انا عارف انك بتنسى وبتاع فقلت افكرك عادي، لو انت لسه ما عملتش فعلا ننزل اعمل دلوقتي، بس سيبك تكمل الفيديو بقى. بالنسبه للمعالج وتجربه الاستخدام، شركه ريلمي في الموبايل ده مستخدمين معالج هيليو جي 99 بتكنولوجيا 6 نانو، معالج كويس جدا الحقيقه في الفئه دي. برده المعالج ده كان متواجد في ريلمي 10 اللي هو الجيل السابق في السلسله دي، مفيش اي اختلاف الحقيقه، وده مش معناه ان اداء المعالج ده مش محترم، لا اكيد، لا انا عايز اقول لك ان المعالج ده محترم جدا ومش هيواجهك اي مشاكل معاه. بس خليني اقول لك على نقطه مهمه او الفت نظرك لحاجه مهمه، في الفئه دي عموما هتلاقي تقطيع فريمات، وده العادي ومقبول في الفئه دي، مش هقول لك بقى استحاله تلاقي تقطيع والكلام ده معلم، لا انت هتشوف ده عادي في الفئه دي عموما. سوفت وير ريلمي اليو اي ده من احسن السوفت ويرات اللي ممكن تتعامل معاها بجد، شبه طبعا سوفت وير اوبو السلس جدا، بس نسبيا الكالر او اس اسلس، بس ده فيه اضافات زياده، فاهم؟ الجهاز هنا ما فيهوش جيروسكوب، وهنا بيعتمد على السوفت وير بس، يعني علشان لو بتستخدمه في الالعاب او بتعتمد عليه بشكل كبير فخلي بالك من النقطه دي. البطاريه هنا 5000 ملي امبير اهو، ساعه بطاريه ممتازه وهتكمل معاك اليوم مرتاح جدا، هي غنيه عن التعريف اكيد. وبما ان المعالج 6 نانو فهتلاقي استهلاك البطاريه هنا كويس جدا، طبعا جايب شاحن صاروخي 67 واط، وده رقم بجد ممتاز، ودي حاجه الحقيقه كويسه جدا من شركه ريلمي انهم قادرين يحافظوا على النقطه دي في كل موبايلاتهم، فلايك الصراحه يا ريت. السماعات هنا مونو مش ستيريو، الترا ساوند، ودي ميزه قويه جدا، اللي هو وضع الفوليوم بيبقى اخره 100% وكده، ده هيوصل معاك عادي ل 200%، ودي ميزه قويه جدا الحقيقه. بالتالي طبعا هتاخد تجربه صوت اعلى من الطبيعي، بس للاسف السماعه هنا سنج، يعني بقى مش محيطيه ومتجسمه، فاهم؟ من اليمتين والكلام ده، لا مفيش الكلام ده يا معلم، هي مش احسن حاجه الحقيقه، ويمكن من ضمن العيوب اللي موجوده في الموبايل ده بالنسبه لي. هنا عندك طبعا دعم للهيدفون جاك، موبايل هنا بيدعم شريحتين اتصال وكارت ميموري عادي تقدر تستخدمهم في نفس الوقت، وبيدعم كمان ال NFC. بالنسبه للكاميرات بقى يا معلم، بص ولو انت شفت سيت اب الكاميرات فهتقول ان الموبايل ده جايب 3 كاميرات عادي جدا، لكن لو ركزت في النقطه دي هتلاقي ان الموبايل جايب كاميرتين بس، فاهم؟ يعني مفيش تالت، هو بس كاميرتين يا معلم والفلاش، شكرا. طب خلونا نكمل. الموبايل هنا جايب كاميرا اساسيه 108 ميجا بكسل بفتحه عدسه f 1.8، الكاميرا الثانيه خاصه بالبورتريه 2 ميجا بكسل، واخيرا السيلفي 16 ميجا. بالنسبه لتفاصيل الصوره يا معلم فهي كاميرا هتاخد منها صور مليانه تفاصيل بكواليتي عاليه جدا بفضل ال 108 ميجا بكسل. طبعا هتلاقي الالوان في كل صوره تقريبا فيها تشبع رهيب، والديناميك رينج اللي هيعجبك جدا، ومن ضمن المميزات اللي هتاخدها من كاميرا الريلمي هو النايت مود، هتاخد في الوضع ده تفاصيل والوان ممتازه. عموما الكاميرا هنا ممتازه وتقدر تعتمد عليها عادي بشكل كبير. كاميرا السيلفي هنا تفاصيل الصور كويسه جدا، سكين تونز مقبوله ك 16 ميجا بكسل فهي اداءها كويس جدا. بص هو هيعجبك جدا مود السيلفي عموما في الاضاءه العاليه طبعا، او ممكن اللي يضايقك في موضوع
التصوير ده هو تصوير الفيديو بس، وده عيب الحقيقه من ضمن العيوب اللي موجوده في الموبايل ده. تصور 1080 على 30 فريم، ما عندكش اوبشن اعلى من كده. مفيش بقى تثبيت OIS ولا تثبيت الكتروني ولا اي حاجه من الحاجات دي. طبعا احنا مش هنتكلم في تفاصيل زياده تخص موضوع الفيديو ده. والكاميرا الاماميه طبعا مش هتاخد افضل تجربه تصوير ده من حيث الفيديو، تقدر تصور فول HD عادي، لكن الكواليتي ما عجبنيش الحقيقه. يعني الكواليتي والديناميك رينج لا مش احسن حاجه اطلاقا. بالنسبه لسعر الموبايل ده، عندك هنا نسختين يا معلم. نسخه ال 128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 8300 جنيه، النسخه الثانيه 256 مع 8 جيجا رام بسعر 8900 جنيه، وده بضمان دولي مش ضمان محلي. طيب تعالوا بقى نتكلم عن عيوب الموبايل ده ومميزاته سريعا كده. خلونا نبدا كده بعيوب الموبايل. اول عيب معانا هو ان الموبايل هنا مش بيدعم تصوير ال 4K ولا حتى ال 2K، هو انت اخرك فول HD بس و30 فريم، فاهم؟ المشكله الاكبر كمان في الموضوع ان هو ما فيهوش مثبت بصر، ودي كارثه الحقيقه. بس طبعا لو انت مش مهتم بحته تصوير الفيديوهات دي قوي عادي، ممكن ما تكونش مشكله بالنسبه لك. تاني عيب معانا هو الجيروسكوب. الجيروسكوب هنا بيعتمد على السوفت وير بشكل كبير. تالت عيب معانا هو السماعات اللي جايه بنوع مونو ومش ستيريو. رابع عيب معانا مش فاكر بالظبط هو الكام، احتمال ما يكونش بالنسبه لك مهم قوي لان هي دي اذواق اكيد، وهي ان شكل الشاشه مش احسن حاجه بالنسبه لي. شكل الشاشه قديم جدا وما عجبنيش الحقيقه، وكمان الحافه السفليه لا ما جاتش معايا الصراحه، فهي شكل الشاشه مش احسن حاجه بالنسبه لي. طيب تعالوا بقى نتكلم في حته المميزات الموجوده في الموبايل ده. اول ميزه معانا وهي اداء الكاميرا في التصوير، هي هتقدم لك اداء كويس جدا الحقيقه وهتتبسط بيها. تاني ميزه معانا وهي البطاريه، سعه البطاريه كبيره جدا وهتكمل معاك اليوم مرتاح زي ما قلت لك طبعا في الفيديو. وطبعا قوه الشحن اللي مش هتعاني تماما لو انت حبيت تشحن الموبايل. شاشه سوبر اموليد بفريش ريت 90 هرتز، هي تجربه شاشه محترمه جدا الحقيقه. رابع ميزه معانا او الخامسه مش عارف، المهم يعني اداء المعالج في الموبايل ده كويس جدا. المعالج ده حرفيا مشهور جدا في الفئه السعريه دي وبيقدم اداء مبهر، غير بقى الحاجات اللي هي مثلا زي الشبكات هنا كويسه جدا في الموبايل ده، ومستشعر التقارب الكويس جدا ودي عادي تريلم اكيد. واخيرا مدخل السماعات ال 3.5 مللي اللي بيدعموا الموبايل، فهي توليفه من وجهه نظري كويسه جدا. فبس قرار الشراء ده سيبه لك انت اكيد. فلو انت قررت انك فعلا هتشتري الريلم 11 فقول لي تحت في الكومنتات هتشتري الموبايل ده ليه، دي حاجه تهمني اكيد، انا بقرا كل الكومنتات وانت اكيد عارف بحاجه زي كده. بس كده يا معلم اشوفك على خير الحلقه الجايه باذن الله، سلام.